سلام، مرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة نعملوها مع بعضنا اللي هي وصفة لي طاغطولات يجيو بنان وخفاف. نجيبو لهنايا 125 غرام زبدة بحرارة الغرفة، نصف كاس من السكر الناعم اللي هو سكر غلاس، وعنا بيضة أيضا بحرارة الغرفة. مغرفة صغيرة فانيلا هنا راني محطتهاش في الفيديو يحطوها البنات ونحطو كل شيء يتخلط مع بعضه بالباتير، ولا تحبي تحكيهم بيدك انت حرة. بعد ما نتحصلوا على هذاك القوام اللي شفناه في الفيديو، نبداو لهنايا نضيفوا الفرينة تاعنا تدريجيا، وايضا نضيفوا ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى. بعد ما تجمعت لنا لهنايا العجينه تاعنا تحصلنا عليها كما كان في الفيديو، لهنا نروحوا نحضروا الكريمه تاعنا. نحطوا العجينه تاعنا في الكيس بلاستيكي ونخليوها تروبوزي في الفريجيدير في الثلاجه. لهنايا نحطوا 4 مغارف كبار نشا معمرين وربع مغارف سكر في نصف لتر حليب، ونخلطوا كلش مع بعضه ونزيدوا من لاباطاغون تاع البنان، نزيدوا نتشا بركه باش يعطينا نكهة الموز، ونخلطوا كل شيء قبل ما نحطوها على النار. بعد نحطوهم على النار ونستمروا في التحريك حتى تعقد لنا الكريمه تاعنا وتولي بهذا القوام. ما تنحيوش يديكم برك، بقاو حركوا به ما تعملكمش تكتلات وانتم حاطينها على النار. لهنا نفرغوها في اناء تاعنا وهي سخونه كيما هكاكا، نجيبو كيس ولا بابي فيلم ولا اي حاجه نغطيو بها الوجه تاعنا، لازم يكون ملامس للوجه تاع الكريمه تاعنا باه ما تعملش القشره تاعها، ونحطوها تبرد الكريمه تاعنا حتى تحكم روحها مليح وتبرد خلاص. لهنايا رحنا جبدنا هذيك العجينه تاعنا وخبزناها في الليمون ونتقبوها من بلايص كل باه ما تتنفخش في الكوشه. حطيناها طيب على 180 درجه حتى تاخد هذاك اللون الذهبي. لهنايا نجيبو نص كاس شونتي ونحطوا له نص كاس ما بارد ونطلعوه مليح. بعد ما طلعنا الشونتي تاعنا نجيبو هذيك الكريمه تاعنا اللي بردت ونخلطوها مع الشونتي تاعنا عفوا، نتحصلوا على هاد الكريمه بهذا القوام. لحنا نجيبو هادوكم لي طاغطولات تاعنا ونبداو نزينوهم بالكريمه تاعنا اللي تحصلنا عليها. هاي كيفاه يكون القوام تاعها وكيفاه يكون شكلها. لهنا اللي تحب تحطها في لابوش وتزين، واللي تحب تزين بالمغرف تحط بالمغرف عادي جدا. لهنا كملنا الكميه تاعنا كامله. بالنسبه للعجينه تحصلنا على 21 كعبة طاغطولات ب125 زبدة. الكريمة أيضا تحصلنا على تقريبا نفس المقدار، يعمل لك تقريبا 18 كعبة إذا عملتي بلابوش. إذا عملتي بالمغرف نقولك هو يكملك الكمية كاملة. بالنسبة لهنايا للتزيين، هنا أنا عملت البنان، عملت التفاح، والتزيين دائما يكون اختياري كل واحد وش عنده. وهنايا غطيناها بناباج، وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وشهيتكم في الجنة. سلام.